لو انت من اورنج كاونتي فانت اكيد عارف المكان اللي ورايا ده، بس اللي انت ما تعرفوش ان للاسف المكان ده مش هيبقى موجود تاني. بعد أكتر من 50 سنة خدمة المول ده اتقفل رسمي، ده بعد ما مدينة ويستمنستر في 2022 وافقت رسميا على خطة إعادة تطوير المول بالكامل بمساحة حوالي 100 فدان. الخطة دي تشمل حوالي 3000 وحدة سكنية جديدة، 600 ألف قدم تجاري جديد يشمل مطاعم، كافيهات، محلات، بالإضافة لتسع فدادين من الحدائق والممرات والمناطق المفتوحة، ومساحات مكتبية قريبة من الفور أو فايف. الارتفاعات المسموح بيها بتوصل لحد 10 أدوار في قلب المشروع، وأقل شوية ناحية المناطق السكنية المجاورة للحفاظ على الخصوصية. أرض المشروع ده مملوكة لأكتر من جهة، من ضمنهم تارجت اللي لسه هيفضل شغال شوية، وجي سي بيني اللي حاليا عامل تخفيضات عالية بمناسبة إنه هيقفل، وشركة شوب اوف رياليتي للاستثمار اللي اشترت الأراضي اللي كان فيها سيرز سابقا وميسس حاليا، واللي تعتبر أول شركة بدأت رسمي في تقديم رسومات المشروع للسيتي، واللي هيكون باسم بولسا باسيفيكا ات ويستمنستر. المرحلة الأولى هتبدأ ب 950 وحدة سكنية وبعض المساحات التجارية والفندقية عشان كل مرحلة تكون مكتفية بخدماتها. طب ليه ده مهم ليك كمشتري أو مستثمر عقاري؟ أولاً، المولات القديمة اللي بتتحول لمجتمعات سكنية عادة بيرتفع حواليها الطلب والقيمة السوقية. ثانياً، قرب المشروع من الفور أو فايف بيخليه نقطة جذب كبيرة للشغل والسكن. ده غير طبعا ان المناطق حوالين المول زي هانتنجتون بيتش وجاردن جروف هتستفيد من التطوير التجاري الجديد اللي هيحصل هنا. باختصار، المكان اللي كان مول من السبعينات هيبقى مركز حياة جديد فيه سكن ومطاعم ومسطحات خضراء، كل ده في قلب اورنج كاونتي. ده معناه فرص جديدة لكل اللي بيدور على بيت او استثمار في المنطقة قبل ما الاسعار تعلى. ولو اول مره تشوفني، انا اسمي بشوي، وكيل عقاري هنا في جنوب كاليفورنيا. بحاول اني اجمع كل ما يتعلق بالاخبار العقاريه اللي موجوده هنا. لو انت مهتم بما يتعلق بالعقارات تابعني وابعت لي على طول لو عندك اي سؤال.